فاحنا هنا واحنا ماشيين وانا راسم لك هنا بقى الفاليوز بتاعت الكوزاين سيميلاريتي مع كل فريم، ايه اللي بيحصل. فانت هنا شايف البروجريشن وازاي وهم بيبعدوا عن بعض بتشوف اليوكليديان ديستانس بتزيد، والكوزاين سيميلاريتي بتتاثر فقط بالدايركشن، وتشوف ازاي الانجل كانت بتفليب في الجزء اللي هنا ده. حاجه من الميجرز برضو المشهوره جدا هي اليوكليديان ديستانس. اليوكليديان ديستانس عبارة عن الرو ديستانس اللي من الهيد بتاعت الارو ده او الفيكتور ده للهيد بتاعت الفيكتور التاني. طب تحسبها ازاي؟ لو انا عندي التو فيكتورز 2 1 وعندنا التاني 2 3، فبمنتهى البساطة انا بروح اطرح كل واحد فيهم من التاني من الكورسبوندنج بتاع التاني، يبقى 2 ناقص 2 وبسكوير الكلام ده، وبجمع عليه الطرح بتاع 1 و3 وبسكوير الكلام ده، وبعد كده باخد السكوير روت وده هيطلع لي في الاخر 2. وفعلا انت لو بصيت على المسافة اللي ما بين الاتنين دول هتلاقيها 2، فهو برضو بيعبر لي عن distance موجودة ما بين الاتنين. تعال نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. انا عندي هنا فيكتور وعندي فيه فيكتور تاني، وعايز اجيب المسافة اللي بينهم دي، الديستانس اللي بينهم دي، حاجة تتحسب ازاي؟ انت دلوقتي كل الموضوع عبارة عن ان انت برضو بتحل مثلثات. فانا هفرض هنا ان دي x1 y1 البوينت اللي هنا دي، والبوينت اللي هنا دي x2 y2. ايه اللي خلى الحتة بتاعت الطرح دي تحصل؟ اللي خلاها تحصل اللي انت بتقفل المثلث اللي هنا ده وبتروح تحل المثلث ده. كل اللي حصل ببساطة كبيرة جدا. لو بصيت على اللينث اللي هنا ده عبارة عن ايه؟ ده موازي للاكس اكسس، فانا هروح على الاكس اكسس عشان افهمه. فده يكون اللينث ده عبارة عن x2 لان هي بتاعت البوينت دي، وفي نفس الوقت ده واخدة نفس الاكس اللي هي البوينت اللي هنا دي واخدة نفس الاكس هنا، يعني البوينت دي بx1. فده عبارة عن x2 ناقص x1. واللينث اللي هنا ده بارلل للواي، فانا عندي هنا y2 وعندي هنا y1، فهو عبارة عن y1 ناقص y2 او y2 ناقص y1. مش هتفرق لان انا كده كده هسكوير الكلام ده. انت بتحل مثلث فيثاغورس عادي جدا، وهتاخد السكوير روت بتاع الكلام ده، فساعتها هتطلع الطول بتاع الهايبوتنيوز. فبالشكل ده تقدر ان انت تحل اي ديستانس انت عايز ان انت تجيبها. في نفس الوقت لو فكرت في المثلث ده هتفكر فيه اكنه كان ليتس سي ان هو كان مثلث بالشكل ده، فاحنا كنا بنجيب هايبوتنيوز مثلا زي المثلث ده. تخيل معايا ان المثلث ده قاعد يتضغط في الحتة دي لحد ما بقى الطول ده نفسه اتضغط على الهايبوتنيوز، فبقى هو نفسه الهايبوتنيوز اصلا. فانت ساعتها هتلاقي ان على الاكس عشان الحته دي كلها اتضغطت فمفيش اكس، وعشان كده الديفرنس على الاكس بزيرو. وفي نفس الوقت ده هيكون الهايبوتنيوز بتاعك، فهو الحاجه الوحيده اللي انت هتفكر فيها اللي هو الطول ده، فانت هتسكوير الطول ده اللي هو كان الديفرنس ما بينهم على الواي وتاخد السكوير روت بتاعه فيديك 2. يعني قصدي ستيل ممكن حتى وشكلها كده تفكر فيها كأنه مثلث الضغط، او تروح تجيب اللينث على طول اللي هو كده كده ب2. طيب تعال نشوف دلوقتي زي سيميوليشن صغيره، واشجعك طبعا ان انت توقف السيميوليشن دي في اي وقت وتبدا ان انت تفكر في الفاليوز اللي طلعت. فانا هنا بجرب لك فاليوز كتيره جدا لفيكتورز مختلفه عشان تبدا ان انت تشوف الفاريشن اوف انجلز مع اليوكليديان ديستانس والكوزاين سيميلاريتي اللي طالعه. فاحنا هنا واحنا ماشيين وانا راسم لك هنا بقى الفاليوز بتاعت الكوزاين سيميلاريتي مع كل فريم، ايه اللي بيحصل. فانت هنا شايف البروجريشن وازاي وهم بيبعدوا عن بعض بتشوف اليوكليديان ديستانس بتزيد، والكوزاين سيميلاريتي بتتاثر فقط بالدايركشن، وتشوف ازاي الانجل كانت بتفليب في الجزء اللي هنا ده، وبعد كده تشوف ازاي الكوزاين سيميلاريتي عماله تتحرك. وهو سبحان الله برضه لو تفكر فيها اكنها زي الويف، انا مسكت فيكتور وقعدت احركه بشكل كان موجود هنا. الكوزاين سيميلاريتي بدات ان هي في الاول كانت عاليه، وبعد كده بدات تقل، وبعد كده بدات ان هي تعلى تاني. خد بالك ان هي سيميلاريتي مش ديستانس، اكنها مع مرور الوقت بدات تميمك شويه الشكل بتاع الكوزاين ويف، لان الفيكتور بتاعي كان عمال يروتيت. الفكرة اللي أنا بكير about the direction في الكوزاين سيميلاريتي. أشجعك مرة تانية اللي أنت توقف السيميليشن دي على أي فريم وتبدأ إن أنت تتشيك فعلا الفاليوز وتفكر في اللي حاصل في الميجرز المختلفة. شكرا جدا إنك كملت الحلقة للآخر.
يا رب يكون استفدنا وتعلمنا ميجرز مختلفة للسيميلاريتي والديستانس، ويا ريت تحاول ان انت تشير الكلام ده مع ناس تانية علشان كل الناس تستفيد. شكرا جدا. سلام.